معانا سعيد بدير ابو صدام. شفت انت علاء وردي تعبان قد ايه؟ جاله بتاع 2-3 مليون، بس عنده حاجات كتير على الانترنت عشان يبقى مشهور. انت لا بيتكلم حلو. بيتكلم حلو. بيتكلم حلو. انت طلعت بجمله واحده بس اللي هي ايه بقى؟ اسيادنا. حكايتك ايه؟ لا اسيادنا ايه؟ انت قلت الجمله على بعضيها. قول لي حكايتك. حكايته والله ما فيش. انا لقيت احمد شيبه بيغني اغنيه بتلاقيها بتاعت قولي معايا يا ست لما انت اللي مني. طبعا انا كنت قاعد في فرح واول مره اشوفه، كنت بشوفه على التلفزيون بس. فطلعت وحييته وقلت له اسيادنا راضين عليك. مين اسيادنا؟ اسيادنا دول الناس بقى حبايبي. الناس حبايبك مين يعني؟ الناس مش فاهمه. انا مستضيفاك النهارده، مستضيفينك منورنا عشان تقول لنا مين اسيادنا. الله يصلح حالك. اسيادنا دول والله ناس يعني حبايبي. مش هتقول عليهم يعني سر يعني؟ دي سر والله بينا معلش. طيب خلينا نروح للاستاذ سعيد بدير. لا الاستاذ سيد حجاج. استاذ سيد منورنا، وقلت لنا جمله كده كانت الناس كلها ضحكت عليها، بس هي جمله قاسيه جدا علينا. ايه حكايه ايام سودة وايه حكايه الايام السودة اللي هنشوفها؟ ناس تعبت وعاوزين البلد تمشي ونفسها تمشي، بس مش حد حاسس بينا، مش حد حاسس بينا خالص. يعني بشوف حاجات كتير قوي في البلد، وفي حاجات حلوه والبلد فيها خير، بس مش حد بيحس بالناس الغلابه دي خالص. ايه حكايه ايام سودة؟ ايه اللي حصل؟ الموقف انا جيلي سكه، يعني اشتغلت سمكار وشغال معايا رخصه اولى، يعني تعبت في الدنيا. الناس بتركب معايا كتير، بحس بالناس. لما تيجي تعدي كده تبص تلاقي واحد رايح يجيب من البنك 1000 جنيه عشان يجيب علاج لعياله ويمضوه على وصلة امانه، تروح المستشفى مفيش معامله حلوه في كل حاجه. بتحس البني ادم المصري ملوش كرامه. فلما اتسالت قلت لهم ايام سودة. ايام سودة. الشعب يموت بعضه، ده كله عشان منصب وبتاع. الناس مش حاسه بينا، يعني المفروض نفوق ونعمل ونصنع. في اسود من الايام اللي احنا فيها دي. استاذ سيد شكرا على التفاؤل والحاجات الجميله اللي بتقولها لنا. حلوه والله. بس خليك متفائل كده. خلينا نطلع نشوف الفيديو بتاعك ونرجع نكمل كلام معاك. حضرتك اتمرنت؟ انا كنت في بتاع ممسكه وكانت ايام سودة. محمد مرسي دوت. يعني حضرتك اتمرنت ولا لا؟ دي الجمله اللي انت اشتهرت بيها. طب الشهره غيرت حياتكم. انت بتشتغل ايه الاول؟ قول لي. انا شغال في مصنع مواسير. مصنع مواسير. قبل الشهره وبعد الشهره احكي لي حصل ايه؟ كنت بروح الافراح بالليل وكده. لا يعني دلوقتي الدنيا بقى بعد ما الجمله بتاعتك والعباره الدنيا بتاعتك كلها حلوه وكله بيكلمنا حلو وبتعزم بره. الشغل قل؟ لا كل عادي، كل حاجه زي ما هي. زي مفيش بخلص شغلي وبطلع. العزايم زادت؟ بخلص شغلي وبطلع. الحبايب ايه اللي فرق في حياتك بعد الموضوع ده؟ العزايم زادت وكله بقى يطلبني، وبقيت اروح اقعد مع الناس عادي في الافراح وتطلع تقول الجمله الشهيره؟ لا بغير بقى كلام جديد. بتقول جمل ثانيه بقى؟ ايه الجديد اللي بتقوله بقى غير اسيادنا راضيين عليه؟ احنا السد العالي اعدام للجواسيس. ده ايه اغنيه دي ولا ايه؟ لا دي احنا مطلعين. ده الافيه بتاعك. دي الجديد ان شاء الله. احنا السد العالي. احنا السد العالي واعدام للجواسيس. نطلع نشوف الفيديو بتاعك. نشوف الفيديو بتاعك اللي انتشر على الانترنت. ايام سودة واسيادنا راضين عليك. برغم من كونهما كلمات لم تغادر قاموسنا يوما، الا انها اصبحت معهما ذات نكهة مختلفة يستخدمها الشباب في حديثهم اليومي. يقول لك ايام سودة. ايام سودة. طب طلع اسيادنا راضين عليك. لم يتوقع يوما ذلك المواطن البسيط انه سيتحول الى شخصية مشهورة في الاوساط الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، عندما ابدى رأيه بعفوية عن اوضاع البلاد.